وتشويش وحتى خطف الأقمار الصناعية اللي الجيش الأمريكي بيعتمد عليها بشكل كبير في عملياته العالمية. كفاية تعرف آخر اختراق علمي صيني وهو اختبار إطلاق قمر صناعي لتزويد الأقمار الصناعية بالوقود، واللي تم بنجاح مبهر، وده هيسمح بإطالة عمر الأقمار الصناعية في المدار، واللي مع العلم أمريكا لسه ما أتقنتوش. ضعف القوات الأمريكية في الفضاء بقى واضح مع تطوير الصين لقمر صناعي تاني مزود بذراع روبوتية قادرة على التلاعب بالأقمار في المدار، وده بيشكل تحدي مباشر وبيجبر المهندسين يصمموا أقمار تكون سريعة ومرنة عشان تهرب من التهديدات دي. ولمواجهة نقطة الضعف دي، البنتاجون بيتعاون مع الشركات الصناعية الخاصة عشان يصنعوا أقمار أصغر وأرخص يملوا بيها الفضاء، وده عشان يصعبوا على الخصوم استهداف الأصول الحيوية. لكن الصين صعبت اللعبة أكتر بعد تركيزها على تطوير الصواريخ سواء الأرضية أو الفضائية، وكمان تطوير ليزرات عالية القدرة. في الوقت نفسه الروس عندهم شبكة أقمار كمان خاصة بيهم زي نظام تحديد المواقع جولانوس، غير مجموعة أقمار بتوصل ل 244 قمر حاليا